المريض اللي بياخد ميعاد وما بيجيش، وبعدين يسأل: "يا دكتور أنت موجود دلوقتي؟" "أيوه يا دكاترة." هو في نوع من المرضى كده بياخد ميعاد وما بيجيش، وبكل هدوء بعدها بيوم يتصل يقول لك: "هو حضرتك موجود دلوقتي؟ أنا جاي حالًا." ولمّا تقول له الميعاد محجوز يقول لك: "طب أنا عايز آجي النهارده ما ينفعش؟" قبل ما أقول لك تتعامل إزاي مع الحالات دي، خلوني بس الأول أرحّب بيكم وأقول لكم مساء الخير عليكم وأهلًا ومرحبًا بيكم حلقة جديدة من نينجا دينكس. معايا خليك دكتور سنان صحيح، بس نينجا. قبل ما أبدأ الحلقة عايزك تعمل متابعة ولايك وشير وحركة الإكسبلور والإضافة المفضلة وكل الحاجات الجميلة دي عشان تشجعني تساعدني أستمر وعشان تكبر أسرتنا ببعض سوا. ولو عايز تتناقش في حاجة سيبها بتعليق وتابع الحلقة للآخر عشان كما هي العادة مجهز لك مفاجأة لطيفة آخر الحلقة. ولو أنت بتتابعني عن طريق التيك توك في مشكلة عندي في إني أبعت لينكات الملفات اللي قُلت عليها في الحلقات اللي فاتت للناس اللي طلبتها، عشان كده هاسيب ليكم لينك الصفحة على الفيسبوك في أول تعليق، اللي عايز الناس كلها تشرفني هناك، واللي عايز ملف يعلّق على الحلقة بتاعته هابعته له على طول بإذن الله. تعالَ نفهم إزاي نتعامل مع موضوع المريض اللي ما بيحضرش في ميعاده ده مهنيًا ومن غير ما نزعّل حد. المشكلة فين؟ في دكتور بيستحمل وفي دكتور بيتكسف، بس الحقيقة إن اللي بيحصل ده بيبوّظ جدول العيادة وبيظلم مريض تاني كان محتاج الميعاد ده فعلًا. ولو ما حطيتش نظام المريض هيتعود عليك مش على سيستم العيادة. المشهد اللي بيحصل عادةً المريض: "أنا آسف يا دكتور اتأخرت، طب حضرتك موجود دلوقتي؟" أو "أنا عايز أعدّي النهارده حتى لو آخر النهار." وهنا الدكتور بيتحط في موقف صعب. لو وافق بيبقى ضيّع جدوله ومجهوده، ولو رفض بطريقة غلط بيخسر المريض. طب الحل إيه؟ الحل إنك ترد بصيغة احترافية ما تزعّلش حد، مثلًا رد ثابت ومحترم على اللي اتأخر عن الميعاد: "أهلًا بحضرتك، للأسف ميعادك كان من ساعة وتم استبداله بمريض تاني عشان ما نعطّلش حد. إحنا بنقدّر حضرتك جدًا وهنحجز لك أول ميعاد متاح يناسبك." ليه الرد ده قوي؟ عشان محترم وفيه تقدير وفيه سيستم واضح، وما فيهوش كاعتذار زائد يخلّي المريض يحس إنه صاحب سُلطة أكبر من النظام. رد ثابت للمريض اللي عايز يدخل الحجز مثلًا: "أهلًا بحضرتك، إحنا شغالين بنظام مواعيد عشان نضمن إن كل مريض ياخد حقه كامل في الكشف والعلاج. أقدر أساعدك وأحجز لك أقرب ميعاد متاح النهارده أو بكرة، تحب أضبطه إمتى؟" هنا بنكلمه بنبرة فيها احترام وبنوضح له إن في سيستم وبندّي له حل بديل. 3: لو المريض مُصِر يدخل فورًا، هنقول له مثلًا: "أتمنى أقدر أخدم حضرتك دلوقتي، بس لو دخلت حضرتك من غير ميعاد ده معناه إن في مرضى تانيين هيتأخروا، عشان كده لازم نلتزم بعدد الحالات. أقدر أوفّر لك أقرب ميعاد مناسب وتأكد إننا ملتزمين بيه 100%." ده بيفهم المريض إن احترام دوره مش رفاهية، ده جزء من جودة الخدمة. ليه الطريقة دي مهمة؟ لإنها بتعلّم المريض إن في نظام، وإن الموضوع مش مزاج، وبتخلّي قيمة وقتك واضحة، وبتحافظ على صورة العيادة إنها busy وprofessional، وبتمنع فوضى اليوم. لو سبق واتحطيت في موقف زي ده الكيميا بتاعك كان ردك إيه؟ المفاجأة بقى اللي وعدتك بيها: أنا مجهّز لك ملف وورد فيه ردود محترمة جاهزة لفريق العيادة عشان يردوا بيها على المريض اللي مش بييجي في ميعاده ولسيناريوهات مختلفة تانية كتير. لو عايز نسخة من الملف علّق بكلمة ردود أبعت لك لينك تحميل الملف. في النهاية ما تنساش تعمل لايك وشير لحلقة الإكسبلور عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من دكاترة الأسنان المهتمين. لو عايز تتناقش في حاجة سيبها في تعليق، ولو عايز تحتفظ بنسخة من سكريبت الحلقة مكتوب علّق بكلمة نينجا دينتست وأنا هابعت لك لينك تحميل سكريبت الحلقة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من نينجا دينست.